مين هم مصاصين الطاقة وازاي تتعرف عليهم وازاي تحمي نفسك منهم؟ اللي بيمص طاقتك ده هو اللي بيخليك تحس بالضعف والخمول والكسل بعد ما تقعد معاه او تكلمه. بتحس ان انت ما تقدرش تعمل اي حاجة او حتى تتحرك من مكانك. احساس بالتعب، بالضيق، بالتوتر. لو بتحس بالحاجات دي اعرف انك فقدت طاقتك. طب مين هم مصاصين الطاقة؟ اللي يخليك تخاف منه وممكن يكون قريب قوي منك: آباء، أمهات، أزواج، أصدقاء أو أبناء. اللي يخليك في حالة قلق من السؤال والاستجواب، اللي دايما بيطلب الاهتمام والعطف، واللي يحملك مسؤولية وضعه، اللي دايما بيتمسكن ويبقى عايز يكسر خاطرك، واللي يخليك دايما في وضع استعداد عشان تدافع عن نفسك ورأيك. طب ازاي تتعرف عليهم؟ الناس دول دايما بيحبوا الدراما وتعظيم الأمور. دايما تلاقيهم متطفلين في حياتك وحياة الناس. دايما تلاقيهم شكايين ومتذمرين على أهليهم، على أزواجهم، من شغلهم ومن حياتهم. وبيبقوا دايما ملحين، ما يعرفوش كلمة لا، ودايما يحملوا الناس مسؤولية أخطائهم. ومش بس كده، ده لازم يحطموا أحلام غيرهم. طب إزاي تحمي نفسك منهم؟ قلل من وقت القعدة معاهم. اتعلم مهارات الحوار معاهم، ولازم تعرف امتى تسكتهم وتفتح موضوع تاني. حافظ على طاقتك واوعى تخليهم يأثروا عليك، واوعى تخجل من كلمة لا، واوعى تشاركهم الانتقاد والتذمر. ولو كان بإمكانك انك تبعدهم عنك وعن حياتك يبقى افضل ليك. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير. وبس.